السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا فيديو حلو قوي، ان شاء الله تستفادوا بيه ويعجبكم. هنعمل بقى ب6 بيضات في صاج 35 في 40. مقادير ال6 بيضات وصاج 35 في 40. اول حاجة قسمت بقى المقادير على مرتين. اول حاجة حطيت 3 بيضات وكوباية ونص دقيق كده، حطيت كوباية وبعد كده هحط النص كوباية. مقادير حلوة قوي، هتفتحي بقى بيها مشروع حلو قوي هيعجبك ان شاء الله. هحط بقى فانيليا، وهحط اللهم صل على النبي معلقه نشا. انا مش هضرب بقى ال6 بيضات مره واحده، انا هقسمهم على مرتين عشان خاطر العجان مش هيقدر يضرب الاسبونج مره واحده، مش هيعلى معايا. حطيت معلقه بيكنج باودر حلوه كده كبيره ممسوحه، وحطيت نص كوبايه سكر، وحطيت نص كوبايه ميه متلجه. البيض طبعا خارج من التلاجة. حطيت معلقه محسن كده جل برضو من التلاجة حلوة. هضرب بقى المكونات دي كده مع بعض، وهرجع اضرب نفس المكونات دي تاني مرة كمان. طبعا الاسبونج ابتدى يترفع معايا زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم انا مرضتش اضربه مرة واحدة عشان يديني ارتفاع حلو في الصاج. لو ضربت 6 بيضات مع بعض الحلة اللي عندي مش هتاخد المكونات كلها، فمش هتديني ارتفاع حلو. فافضل حاجة ان انت تضربي 3 بيضات بنص المقادير لوحدها، وبعد كده تاني ترجعي تضربي نص المقادير اللي فاضله. حطيت معلقتين كاكاو. طبعا احنا هنعمل المشروع بتاعنا ده بالشوكولاته وممكن ابيض، يعني انا كنت عاجنه صاج ابيض بس انا عجنت الصاج معاكم اللي هو بالشوكولاته. ده الصاج بتاعي هلزقه كده بورق حواوشي. هحط فيه اول مقدار انا ضربته، ده اول مقدار انا ضربته هحطه، وهنرجع بقى نضرب المقدار التاني زي ده بالظبط. يبقى 35 في 40 او 30 في 40، مش هتفرق كتير. يعني لو 30 في 40 برضو ياخد المكونات ده، بس هيبقى الارتفاع حلو اعلى من كده كمان، هيديكي ارتفاع اعلى من الصاج اللي هو 35 في 40. بس انا عندي هو الصاج اللي هو 35 في 40 فبشتغل بيه وكده. بيديني برضو ارتفاع حلو. ركنت بقى الصاج بالمكونات الاولانية او الاسبونج الاولاني. هحط برضو هنا 3 بيضات. حبيت برضو اصوره معاكم عشان ما بقاش مخبيه عليكم حاجه. ده مشروع حلو قوي، افتحيه وربنا هيرزقك فيه وهيرضيكي اخر اليوم. كوبايه ونص دقيق، وما تقوليش الدقيق كتير، لا مش كتير، الصاج ما بياخدش سوا في الفرن، فبتلاقي الاسبونج طري ما شاء الله وحلو. ده البيكنج باودر اللي انا بستعمله. حطيت معلقه برضو كبيره ممسوحه. حطيت معلقه نشا، حطيت فانيليا، وحطيت محسن، وحطيت نص كوبايه سكر، وميه متلجه نص كوبايه. بحط بقى الصاج على درجة حرارة عالية، ما بيقعدش اكتر من 10 دقايق، وبطلعه عشان بيتحرق على طول، يعني ما بياخدش وقت. لو سبتيه هيتحرق منك وهينشف، خدي بالك منه كل شوية تبصي عليه. فهو ما بياخدش 10 دقايق وبيطلع. انا ببقى معلية النار عليه على الاخر عشان يديني نتيجة حلوة كده. انا ضربت بقى الاسبونج على مرتين زي ما قلت لكم، يعني ما حطيتوش في مره واحده. 6 بيضات ما حطيتهمش مره واحده، لا ضربتهم على مرتين. هنسوي بقى الصاج بتاعنا كده، وطبعا انا مشغله الفرن. خلاص ده الاسبونج بقى اللي هو الفاضل كده. انا ضربتهم الاتنين وزي ما قلت لكم 6 بيضات. كل بقى المكونات انت هتقسموها 6 بيضات، 3 كوبايات دقيق، معلقتين اللهم صل على النبي محسن كبار متلجين، والبيض برضو خارج من التلاجة. كل مقدار بياخد نص كوباية مية متلجة، معلقتين نشا على المقدار كله بقى، يعني انت هتقسمي بقى. كوباية سكر، واللهم صل على النبي، وفانيليا، ومعلقتين بيكنج باودر على المقدار كله. يا رب ما يكونش بقى نسيت حاجة. طبعا ده مشروع حلو قوي. انا اليوم اللي ما بيبقاش فيه مثلا عندي تورت طالعه وكده،
فبعمله وبعرضه عندي على الجروب او الصفحة، فبيطلب مني. المشروع ده حلو اوي، هيعجبكم ان شاء الله. لو معاكي بس 200 جنيه بس ما شاء الله هتشغليهم تجيبي بيهم حاجات، ربنا هيكرمك اخر اليوم يبقوا 500 جنيه مش 200 جنيه ان شاء الله، يعني حسب تساهيل ربنا والمكان اللي انتي فيه وكده. بس اهم حاجة يكون حاجتك حلوة ونضيفة عشان تلاقي زبون وتلاقي الناس ترجع تاخد منك تاني. خلاص كده الصاج بتاعي بعد ما استوى وبرد خالص، سيبته لما برد خالص اهو. هقلبه بقى كده عشان اقشر الوش. الصاج ده هيطلع لي، اللهم صل على النبي، هيطلع لي ما شاء الله 30 كوباية من اللي انا هعمله، او ممكن 32 33 حسب الارتفاع بتاع السبونش معاكي. هقلبه بقى على الناحية التانية كده. طبعا انا بقلبه كده عادي يعني عشان لو اتهرى مني ولا حاجة، اصلا انا هعمله كوبايات مش هعمل جاتو ولا هعمل تورته ولا حاجة. زي ما قلت لكم بقى اليومين دول الشغل مريح عشان خاطر دخول رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فالكوبايات دي حلوة بتشغلني شوية لو الدنيا مريحة وكده، وبخرجها بسعر حلو. هقشر بقى كده الوش، اهم حاجة تشيل الوش. هشيله بقى كده عشان طبعا مبيبقاش مستحب وكده. كده خلاص انا شيلته. انا قطعت بالقطاعة بس في الاخر لقيت ان الكوبايات صغيرة عن القطاعة وكده، فرجعت قطعتها كده بايدي وخلاص. شايفين بقى ما شاء الله الاسبونش عامله ازاي. دي الكوبايات بتاعتي اهي اللي انا بقى شغاله بيها، ده مشروعي اهو. بجيب كوبايات عاديه من اللي انتوا شايفينها ديت، وضربه كريمه. بتاخد الصاج ده بياخد كوبايه ونص من الكريمه. الكريمه اللي انا شغاله بيها الهايبر المتحده. هحط بقى كريمه في تحت كده في الكوبايه من تحت. بعد كده هحط سبونج، بس هحط كده شوكولاته كده تدي شكل حلو كده للكوبايه، وتخلي الكوبايه شكلها حلو وتفتح نفس العميل وكده. مشروع حلو اوي يا جماعه والله، اشتغلوا زي ما انا قلت لكم كده وربنا هيكرمك اخر اليوم. ولو بات حاجه مثلا لتاني يوم بتتباع وما تقلقيش ولا اي حاجه. لقيت طبعا زي ما قلت لكم القطعه كبيره، فقطعته كده بالشكل ده كده اهو. هعبي بقى كل الكوبايات دي معاكم، او هعبيها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. وانا كنت عامله صاج ابيض، يعني انا كنت عامله صاج ابيض بس طبعا ما صورتهوش، كنت عاملاه قبل ده وحاطاه في التلاجة. بشتغل من بالليل عشان الناس تيجي بقى الصبح بياخدوا مني الحاجه، فيكون جاهزه وساقعه في التلاجة وحلو. خلاص بقى كده انا عبيت كل الكوبايات اللي عندي. في كوبايات تانية طبعا لسه هعبيها بقية الصاج، بس عشان الرخمة عندي ضيقة فقلت اعبي حبة حبة وكده. يعني مش ده الصاج كله، الصاج بيديني زي ما قلت لكم 30 32 33. فزي ما قلت لكم الكريمة بياخد كوباية ونص كريمة. انا بضرب كوباية الكريمة عليها كوباية ونص مية ونص كوباية سكر ومعلقتين كريمة باستر. ده مشروع حلو اوي يا جماعة والله، مكسبه حلو قوي ومش متعب زي التورت ولا حاجة. انت بتعمليه وانت واقفة على طول في المطبخ، ومشروع كويس. دي صوص كراميل، ده شوكولاتة، وهحط نوتيلا. اي حاجة بقى انت عاوزة تضيفيها فدي حاجة من عندك انت تضيفيها. انا عاملة برضو بالفراولة وبالمانجا، صوصات مانجا وفراولة. بس زي ما قلت لكم مصورتوش بقى معاكم، انا قلت اعمل اللي هو بالشوكولاته ده عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. هغطي بقى كل الحاجات ديت وبعد كده اوريها لكم واحطها في التلاجة. وزي ما قلت لك لو معاكي 200 جنيه هتبداي المشروع دوت وربنا هيكرمك. يعني هتجيبي كيلو دقيق، طبعا الصاج مش هياخد كيلو دقيق، هياخد نص كيلو دقيق، وهتجيبي 6 بيضات، هتجيبي ربع كيلو كريمه، وهتشتغلي شوية صوصات، وهتجيبي الكوبايات وربنا يكرمك ان شاء الله. شايفين بقى الصاج عمل لي كل ده
والله العظيم ده الصاج اللي انا صورته معاكم. ده بقى الصاج التاني انا حاطاه في التلاجة، شايفين متلج ازاي؟ اللي هو الابيض بالفانيليا، صوص الفراولة وصوص المانجا. انا ببيع الست علب في بوكس كده، ببيعهم ب50 جنيه. ممكن انتي بقى تبيعي العلبة ب10 جنيه. ممكن تعملي زي تبيعي الستة ب50، يعني انا ببيع الست علب ب50 جنيه، فالعميل بيجي عليها وبيشتري منها وكده، لان في عرض فيها علبة زيادة. انتي لو انتي عاوزة تبيعي العلبة ب10 جنيه بيعيها، لكن انا زي ما قلتلك ببيع الست علب ب50 جنيه. بتديكي 30 علبة، فما شاء الله مشروعها حلو اوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة.